السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين النهارده؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. كل سنة وانتوا طيبين يا احلى ناس في الدنيا. النهارده ان شاء الله هعمل لكم كده وجبة كاملة تقدري تعمليها في اي يوم في رمضان، حلوة جدا ومش مكلفة وكمان بسيطة جدا جدا. هنعمل الرز المبهر او الرز بالمكسرات، طبعا مش مكسرات قوي بس هنقول مكسرات، وكمان هنعمل طاجن اللحمة بالبطاطس خطير جدا، وهنعمل شوية سلطة كمان. معايا كيلو من اللحمة قطعته كده مكعبات يعني متوسطة، وكنت نقعاه في بصل وتوم وشوية من الطماطم وحطهم كده في كيس في التلاجة. هبدأ دلوقتي أضيف معلقة من الدبس رمان ومعلقة من الصويا صوص، هحطهم عليه كده، وهنزل بشوية من الخل، وحطيت كمان شوية من الملح والفلفل الأسود وقلبتهم مع بعض. هنسيبهم كده على جنب على ما نشوف الحاجات التانية. معايا الطاجن اللي هرص فيه، جبت طاجن كبير كده وقطعت شرايح من الطماطم وشرايح من البصل ومكعبات من البطاطس. هنزل في الطاجن بمعلقتين من السمنة كبار كده، وهبدأ أرص عليهم البصل. هنزل بقى برشة من الملح والفلفل الأسود على البصل. بعد كده هبدأ أرص بقى طبقة من البطاطس كده على البصل، وأتأكد إن كل حاجة جنب بعضها وتكون كل حاجة مظبوطة. هنزل بعد كده بقطع اللحمة، هحطها برضو جنب بعض كده. بعد اللحمة هحط شرايح الطماطم، وهحط مكعبات من البطاطس في الحواف بتاعة الطاجن علشان اتأكد ان اللحمة يعني تستوي كويس، وتبقى يعني البطاطس كمان شاربة كده من كل حاجة. هنزل بقى برشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وهحط كده شرايح من البصل كنت حطاها كده بملح وفلفل أسود. حطيت عليهم كوباية من المية، وهبدأ دلوقتي أغطيها بورق الزبدة وكمان ورق الفويل من فوق. هحطهم في الفرن على الأرضية، وبعد كده يغلوا، واتأكد ان هم غلوا كويس جدا لمدة نص ساعة. بعد كده هحطهم على الشبكة لمدة من ساعتين، يعني ساعتين ونص. هنعمل دلوقتي الرز بقى. حطيت معلقتين سمنة في حلة كده على النار، وهحط عليهم شوية زيت، وهنزل دلوقتي ببصل مقطعة مكعبات. هبدأ أشوحه كده تشويحة خفيفة بس ريحته تظهر. هنزل ب3 ورقات من اللورة وأقلبهم كويس مع بعض. عندي جزراية مبشورة، بدأت برضو أحطها كده وهديها تقليبة. كل حاجة بحطها بتاخد من دقيقة لدقيقتين تقليب بس ريحتها تبدأ تظهر كده معايا، وببدأ أحط المكون التاني. معايا 2 ليمون مجفف أو لومي، ببدأ كده أشقها من النص كده، يعني حاجة بسيطة، وبحطها على البصل والجزر، ودي خطوة مهمة جدا. هحطها وهنشوح الكلام ده برضو مع بعض. حطيت كده مكعب من المرقة، وبرضو بستمر في التقليب. نص معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الملح، ومعايا يعني حوالي ربع كوباية كده، أو يعني معلقة كبيرة، عفوا يعني معلقة كبيرة من الزبيب هحطها برضو، ونص قرن فلفل، وهبدأ أشوحهم كده مع بعض. لو مش حابة طعم الزبيب في الرز تقدر تستغني عنه، بس يعني نصيحتي بيدي طعم حلو جدا جدا. حطيت كيلو من الرز بقى كنت غسلاه، وبدأت كده أشوحه مع الكلام ده كله، وزودته شوربة والتسوية العادية، يعني زيادة كده عن عقلة الصباع، يعني حاجة بسيطة. هسيبه بقى يغلي لحد ما يتشرب، وبعد كده هديله تقليبة وهغطيه. هنسيبه بقى على نار هادية لمدة 10 دقايق بالظبط. هنبدأ دلوقتي نعمل السلطة مع بعض. أسهل سلطة ممكن تعمليها، جزر، خيار وجزر وطماطم وفلفل، بس كده. هنبدأ نقطع بقى الخيار كده، يعني قطع مش صغيرة، هنقطعها قطع كبيرة. وكمان معايا طماطم برضو قطعتها كده مكعبات حلوة، مش كبيرة قوي مش صغيرة، والفلفل نفس الكلام.
طبعا تقدري تحطي فلفل سبايسي براحتك بقى. ومعايا شوية من الكزبرة برضو ببدأ اقطعها كده وهضيفها على السلطة. اضافة حلوة جدا جدا تقدري تعمليها او تستغني عنها، بس من رأيي جربيها تعجبك جدا. شوية من صويا صوص، عليهم معلقة من الكزبرة، عليهم معلقة من الكمون، وشوية من الملح، بجد اضافة حلوة جدا للسلطة. هنقلب الكلام ده كويس مع بعض، وهضيف عليه معلقة من البابريكا، وكمان شوية من عصير الليمون. قلبيهم كويس جدا وضيفيهم على السلطة. هنقلب السلطة وهتقدمي احلى طبق سلطة بجد. اضافة الصويا صوص خطيرة جدا. الرز استوى اللهم بارك، وحمصت كده شوية من العيش وحطيته كده في جوانب الرز عشان يدينا طعم كمان، وطعم حلو جدا مع السلطة ومع الطاجن الخطير دوت. الطاجن اللهم بارك قعد معايا 3 ساعات وكان مستوي جدا ودايب. قدمي بقى احلى سفرة لاولادك وبيتك، بجد حلوة جدا وبسيطة. اعتقد مفيش اي تكلفة في الموضوع زيادة او حاجات اوفر، ولا رز بسمتي ولا الكلام ده كله. وجبة حلوة جدا. شكرا ليكم وسلام.